السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بتاع كورة. النهاردة موضوع حلقتنا عن الدوري المصري العام. الدوري بنسبة كبيرة جدا النادي الأهلي حسمه. يمكن الأهلي بقيله 4 ماتشات مؤجلة في الدوري، ولا يزال متصدر الدوري العام بفارق أعتقد 10 نقاط ما بينه وما بين المركز الثاني نادي الأسيوطي. النادي الأهلي السنة دي بيقدم عرض قوي جدا في كرة القدم، موسم بلا هزيمة حتى الآن، وأعتقد النادي الأهلي هيخلص الدوري العام بلا هزيمة بإذن الله. النادي الأهلي يعتبر هو أقوى هجوم، أقوى دفاع، الفرقة الوحيدة في مصر اللي بتقدر تستحوذ على الكورة بنسبة تتعدى 70%. النادي الأهلي في الآونة الأخيرة بيقدم عدد باصات أكتر من 900 باص، من 700 باص ل 900 باص، ودي نسبة كبيرة جدا، وده اللي يشكر عليها بصراحة كابتن مارسيل كولر الكوتش الكبير للنادي الأهلي. إحصائية من ضمن الإحصائيات المرعبة جدا برضو في الدوري المصري العام يقدمها النادي الأهلي المصري، وهي إن مفيش فريق في الدوري المصري حتى الآن في الموسم ده قدر يدخل في النادي الأهلي أكتر من جول. النادي الأهلي حتى الآن عنده 15 ماتش كلين شيت ما دخلش فيه اهداف. بصراحه النادي الاهلي السنه دي بيقدم عروض مرعبه، بيثبت انه هو فعلا الاقوى في مصر وافريقيا. ودي كانت احصائيات سريعه كده عن الدوري المصري وعن النادي الاهلي. لو عندك اي تعليق اكتبه في الكومنتات، ولو عجبك المحتوى دعمنا بلايك وفولو وسبسكرايب. اشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده من بتاع كوره.